اتصل على الامن العام، خبر الشباب كلياتهم مريم جاي. مريم جاي. مريم جاي. علينا ان نختبر جميعا. ايش في بترك السوشيال ميديا يومين بتفلت القصه كلها. استنوا ابو شعري. مرحبا اخواتي، كيفين؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم تمام. اليوم في عندنا حلقه جديد. لعبة جديدة على السوشيال ميديا يطلق عليها بأنها لعبة الكفار، وهي لعبة ماسونية والعياذ بالله. معلش نحكي الصراحة، ما حدا مهتم فيه، ناخذها من الصراحة، ناخذها من الآخر. كل اللي قالت لك إياه بدي عنوان بيتك، سوف أغلق عليك الباب، سوف أهز الموبايل، يطب مفتاح، وعلينا أن ندخل ونسوي شغلات يعني لازم تنبسط. بنت جاي لعندك على البيت، انت تزحف ليلا نهارا من اجل ان تطبق القليل من المزز على السوشيال ميديا. حلو، بنت جاي لعندك على البيت، سكرت عليك الباب، قفلته، فايت لعندك، ايش بدك تسوي؟ في لعبه اسمها مريم طالعه من جديد بالسوشيال ميديا. هاي اللعبه بتقول لك تعال معي وانا بنت لطيفه، وهل تراني انا لطيفه؟ بتقول لها نعم انت لطيفه، فبتقول لك شكرا كثير، I love you واو انت شاب رائع. في لعبه جديده نازله بالسوشيال ميديا اسمها لعبه مريم. هي اللعبه بتطرح عليك الاسئله، هي بتعمل لك اياها مثل عباره عن شبكه عنكبوتيه، بتفوتك من هون بتطلعك من هون، بتفوتك من هون بتطلعك من هون، مشان توصلك للمغزى اللي بدها اياه هي. على العموم اللعبه فيها روابط، اللعبه بتدخلك روابط. على سبيل المثال كيف مثلا بتقول لك انه انا بدي اسمعك غنيه اهداء مني لك، بس اضغط على الرابط اللي تحت، تدخل على الرابط بالفعل بتلاقي غنية بتفتح لك على اليوتيوب، تشغل لك اياها، بتسمع كذا، هي اهداء منا لك. والله رومانسية اكثر من حبيبتي يا شيخ. مثلا شغلات ثانية، مثلا تجي تقول لك البنت انه ادخل على هذا الرابط واهديني صورة من عندك من موبايلك، او سوف اهديك اغنية، او سوف اهديك صورة او كذا. بتنصدم انه هي الصورة موجودة في موبايلك وكذا، لانك حمار وعملت لها موافقة تدخل على جهازك. مبين اللعبة مبين ماسونية، ما عبدة الشيطان. الماسونية يا جماعة الخير مو هيك، مو هيك، والله العظيم العالم فهمان الماسونية غلط. يا جماعة الخير الماسونية تريد أن تستولي على العالم أجمع، وليس أن تستولي على معلوماتك وتاخذ صور البوكسرات تبعوتك وصورة بنت جيرانك اللي أنت لطشها من جهازها عن طريق البلوتوث. يا زلمة استعمل الواتساب، الواتساب جديد وكويس، ما فيه شيء الواتساب، أقسم بالله شغال يا زلمة، أنا بتم مطبق بنات على الواتساب. هذا بيصدقوا، والله لا بيصدقوا. لا يا جماعة الخير، طولوا بالكم، الواتساب رقم خاص عندي ما بعطي لحد. لعبة البوكيمون ماسونية، قالنا ماشي، اتكلنا على الله. لعبة الطابات قالوا ماسونية لأن علي رمز العين، أخي أنا معكم. لعبة هي الكروت اللي كنا نلعبها في الحاره، وش كان اسمها؟ عارف هاي بطاقات اللي بتعطي ورقه وورقه بيرجع لك، والورقه فيها 6 نجوم و7 نجوم، مسوي هيك، وكان يختار هاي على 50 ورقه 15، ما بعرف اذا ذكرتوها. قالوا عنا ماسونيه كمان، ما اختلفنا لانه الزلمه لابس قلاده فيها عين ماسون، ما اختلفنا يا اخي، بس مو كل شغله ترى كرهتوني حياتي. انا صرت هلا بخاف احط راسي على مخدي يطلع صاحبي اللي بالغرفه ماسوني وينط علي. لا هيك صار جاي. انا ضد الجايات اصلا، والله انا ما بحب الجياز. اللي ما بعرف هو هسه عاملين لي علم لإلن، قال احمر واصفر وبنفسجي واخضر والوان قوس. ماني جاي. طولوا بالكم، بكره بلاقي فضيحه على السوشيال ميديا البير جاي، طولوا بالكم يوم الله، والله ماني جاي. عندنا مزاح. البير جاي ماسوني، ناس طولوا بالكم، لا جاي ولا ماسوني ولا شيء. فالمهم بنفتح مقلايه بنشتريها من المحل، بتلاقي عليها رقم 666 بيقولوا لنا هي ماسوني. طيب امرنا لله. نهاية رقم بن جيراني، والله العظيم نهاية رقم بن جيراني في سوريا 666. ايش؟ ماسونية بنت الحرام. يعني خلاص انتزعت ام الطبخة، خلاص ما صفت شغلة يعني مثيرة للجدل، صفت شغلة اكل هوا. انا زلمة خلص سوف اريد ان اصبح ماسوني. والله اذا كل شغلة بشوفها في الحياة ماسونية، شو صفت انا اصير ماسوني، خلاص بصير ماسوني.
والله حتى بعمل لهم شمل لامي وابوي، بنصير كلياتنا ماسونيين، بنصير عائلة البير ماسون جلوف، والله البير ماسون جلوف، حلوة، يعني مو كل شيء بتقول لك اياها اللعبة روح سوي، بتروح بتسوي، صفيت انت صفيت، مثل الخروف اللي حكينا عنه تبع هيلا تي في، والله بسوي على سيرة خروف هيرا تي في، أنا لما حكيت هذيك المرة أنا حكيت على خواريف هيرا تي في، ما حكيت لا على متابعينا ولا على هيرا تي في، لا سبيت هذا ولا سبيت هذا، لا حكيت على إنه هذا خروف، لا حكيت عن هذا خروف، أنا حكيت على الخواريف الذين يلحقون البنات على السوشيال ميديا بشكل عام، ومنهم الخواريف الموجودين عند هيرا تي في. نص الشعب سبني، ليش عم تحكي على الخواريف؟ عم تحكي على هيرا خروف، عم تحكي عني أنا خروف؟ لا يا ابني إذا أنت عن جد مصدق حالك إنك خروف، ليش عم تجي تقولي؟ أنا ذنبي شو لي علاقة؟ أنا زلمة حكيت عن الخواريف، إذا أنت عن جد معتقد نفسك خروف فدافع، ماني ماسك أمك. لعن أمك. بحب أهدي تحية خاصة لكل الأشخاص اللي راح أذكرون. ماريا، هي ما أخذت أنا إذنها يمكن إنه أذكر اسمها، فلذلك راح أقول ماريا، ماريا عيساوي، شام، إيفان، خالد العبدو، نسرين حشيشو، علاء جبار، هند عوض، ساندرا، إسلام إم اللودة، برنسيس دريمز، محمد العبدو 8 صح، عبير، ميمون الرجب، روضة، حسان، شام، فاتنة، زينة، سورة، آية، آلان، محمد كريم. اوكي هدول الاشخاص كلياتهم انا بحب اهدي لهم تحية كاملة لكل الاشخاص، ما بعرف اذا في منهم اخذت اذنهم بانه اذكر اسمائهم ولا لا، مو الكل يمكن. على كل الاحوال تحيه كثير كبيره لكل الاشخاص اللي انا ذكرتهم تبع الموجودين عندي على السناب، هدول تحيه خاصه كثير كبيره لهم بسبب تفاعلهم دائم، رسائلهم دائما التحفيزيه، الشغلات الحلوه اللي بيبعثوا لي اياها، تحيه من القلب لكم كلياتكم حبايب قلبي، بحبكم كثير. اللي بيحب يضيفني على السناب تبعي، هذا السناب تبعي. فبس هي كانت نهايه حلقتنا لليوم، لا تنسونا باللايك بالشير بالكومنت بالسبسكرايب وغيره، واذا كنت انت ما راح منضم لعائله الجيش الملكي لا تنسى تضغط زر السبسكرايب وتفعل الجرس مشان يوصلك كل جديد. بحبكم كثير، كان معكم اخوكم البير، دخير ربكم جميعا وسلام جميعا.